السلام عليكم، مرحبا بكم مع زهرة أم سراج. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم طريقة التون منزلي وفي نفس الوقت اقتصادي. تبعوا معايا الطريقة وكيفية التحضير. بالنسبة للتون البنات أنا استعملت هنا 2 كيلو تونينة أو التون كل واحد وشنو كيسميها. عندي 2 كيلو. غسلتها مزيان وعملتها في الكسكاس وغنعملها شوية الملحة ونعملها تبخر فوق نار. والصراحه البنات ما كاينش احسن من التون منزلي وكتعملوا على يدك. تقدر تعملوا في الشلاضه في ساندويش في اي حاجه بغينا، وفي نفس الوقت يعني اقتصادي وما فيه شي مواد حافظه. صافي، وهنايا من بعد ما عملت له الملحه عملته على نار يطيب لمده 15 دقيقه. وتقدروا تعملوا حتى السردين ولا شطون الا بغيتو نتوما، غير هي خصكم تحيدوا له ديك العظم. انا استعملت تونينه يعني ما حيدتلاش العظم. وهانتوما البنات، وهنا من بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها. خدات حقها في الطياب. صافي، وهنا غادي نجيو نقيها مزيان. صافي، وهنا غادي نعملوه في واحد الصينيه ونبدا نقيه. من الاحسن البنات ملي تشريو هذا التون من الاحسن يكون الحجم كبير. الحجم كبير ما كيديش الوقت بزاف في النقا. اما هذه صغيره دات لي شويه انا الوقت في النقا. وصافي، وهنا غادي نحيد لديك الزروق هي اللي كتكون من الفوق، غير ديك الجلده الفوقانيه بهالطريقه هذه بالموس وعنقيها مزيان. نحاولوا نحيدوا لديك الشوك كامل، وتقدروا تعملوها في ساندويش في بريوات الا بغيتو في اي حاجه مع المكرونه كتجي غزاله. صافي، وهنا من بعد ما حيدت له هذاك العظام ونقيته مزيان من الشوك، هذا هو الشكل ديالو كامل نقيته من الشوك. صافي، وهنا غادي نجيب واحد 2 القراعي، وحده عندي الصلصه وحده الشوكولات، هذوما اللي عندي متوفرين دابا. لحقاش القراعي المخللات عندي عامرين. سبق لي وعملت فيهم الزيتون والليمون اذا عقلتوا معايا. سبق لي نزلتهم في واحد الفيديو. صافي، وهنايا هادو ما عقمتهم وغنحاول نعمل فيهم هذوك التون. وبالنسبه لهاد التون البنات راه كيبقى مده طويله ما كيخسر ما والو، يبقى لك حتى شهر شهرين ما يوقع له حتى شي حاجه. صافي، هانتوما شفتوا من بعد ما عمرت هاد القراعي د التون خرجت لي قرعه وحده فيها النص، وحده عامره واخرى فيها النص. وكل قرعه البنات غادي نستعمل فيها 3 المعالق د الخل. انا عندي الخل الابيض، تقدروا تعملوا اي نوع بغيتو نتوما، ماشي ضروري يكون الخل ابيض. وهنا من بعد ما غادي نعمل الخل ديك التون غادي نضيف له الزيت النباتيه حتى يعمر بالزيت حتى نغطيو ديك التون. انا هنا البنات خرجت لي قرعه ونص. بالنسبه للخل البنات، ديك الخل هو اللي كيحافظ لنا على ديك التون وكيبقى مده طويله، شهر شهرين يعني ما يخسر لكم ما حتى شي حاجه. انا مجربه وكل عام كنعملو ما كيخسر ما والو. وان شاء الله دابا نشاركو معكم في شي وصفه ان شاء الله يا ربي، علاش لا. وهذا هو الشكل ديالو النهائي البنات، وكنتمنى ما تبخلوش علينا باللايك وزر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.